ازاي طفل كان فقير وبيمسح الشوارع في جزيرة صغيرة بقى من أغنى الناس في التاريخ؟ عمل عملية في قلبه وعنده 15 سنة، حرفيا هو عنده 40 سنة بصحة ناس عندها 20 سنة. لسه عامل دبل كيك من يومين من تسجيل حلقة مثلا. من طفل كان بيشحت سندوتشات برجر عشان ياكل، لواحد بيتسمى من أرخم الناس في تاريخ الكورة، وفي نفس الوقت أكتر واحد ملهم لملايين. القصة اللي هحكي لك دي مش عن الأجوان، القصة اللي هحكي لك دي عن الوحش كريستيانو رونالدو. وهل هو فعلا منتهي؟ Let's go! Woohoo! صحصحوا معايا كده عشان ايه النهارده السيزون الثاني من مقنع. انا غبت كتير وتغزلت كتير، انا قلت هقعد اسبوعين قعدت شهرين، حاجه مقرفه. الكسل ده حاجه وحشه عامه، بس الحمد لله رجعنا وجددنا السيت اب. يعني شويه اوريكم الصور دي، شويه نقعد بقى نلف مع الصور دي، شويه اقول لكم انا بحب الصور دي. النهارده حلقه مش عاديه، النهارده حلقه مجنونه، وعشان النهارده حلقه مش طبيعيه فلازم ابدا لكم بمعزوفه مش طبيعيه. نجز. تسقيفه، تسقيفه كبيره، انا عايز اسمع تسقيفه كبيره، نزل تسقيفه ده كفته. خلاص كده خلصنا وهزرنا وضحكنا. هنبتدي الحلقه بقى. القصه دي بتبدا في حته فقيره قوي في جزيره ماديريا في البرتغال، وكان ساعتها بستاني وحالتهم على القد، وامه كانت شغاله طباخه، وكانوا حرفيا عيله كبيره عايشين في بيت صغير، فكانت ايه الحاله بتسوق، بس هو كان مؤمن ان في ربنا فوق. انا ببص هنا، حد يسالني انا ببص هنا ليه؟ بره سكريبت بس برتجل برضه يعني. كريستيانو عامة تحسه طفل مصري، طفل ما بيحبش يروح المدرسة وبيلعب كورة حتى لو هو حافي، ولو يخسر يعيط. حرفيا كريستيانو كان مشهور عنه ان هو لما بيكسب بيعيط، ولما بيخسر بيعيط برضه. كان حرفيا صحابه مسمينه العيوط، وده ما كانش من فراغ. دي حتة يفهمها الفوار اللي زي وزيك يا حبيبي، ان هو بيبقى جوع للنجاح من الاخر. القصة ملامحها بتبدأ تتغير لما بيتم ال 12 سنة ونادي سبورتنج لشبونة اللي في العاصمة بيطلبوا يجي يلعب معاه كلاعب ناشئ. وعلى عكس المعتاد اللي كل الناس اللي بتقول ان كريستيانو تحدي بس او تالنت بس، او ان هو بس هارد وورك وان هو اشتغل على نفسه، نادي لشبونة يوم ما اختاره عشان موهبته. كريستيانو مولود بموهبة. يعني قصة كريستيانو دي هناخد منها مواقف نفهمها، مش لازم كلنا عارفين قصة كريستيانو. يعني انا طالع عين امي وما بنامش. افصل يا ابني بحته معزوفه. ان كريستيانو نادي لشبونه عقد من ابوه وامه، انا عايز منكم ولا مؤاخذه الطفل ده طفل موهوب وحالته ايه كويسه. انا بحس كريستيانو مصري عامه، يعني انا بحسه نفس الطباع كده، وتحسه فاهم عنده نفس النخوه والرجوله. يعني تخيل انت طفل مثلا في مصر عايش في 100 غمر في الدقهليه، وجاله عقد ايه في الاهلي هنا في القاهره، وعنده 12 سنه، والكلام ده كان ايه 2000 مثلا. حلو. وش رفض. بس هو اهل كريستيانو كانوا حاسين بحاجه كده، او كانت الدنيا يعني الدنيا كانت ضايقه عليهم شويه يعني، والفقر وبتاع، فقالوا يودوه. فالمهم ايه، كريستيانو كان عايش في حته في البرتغال عامله زي الارياف عندنا، فراح هناك لكنته عامل زي اللي هو مش إلك دعوه والكلام ده، واللي هو ايه اللكنه الغريبه دي. فكان بيتكلم معاهم، كانوا بيقعدوا يتريقوا على اللكنه بتاعته، وان هو اساسا واحد من الارياف وكده يعني ايه. لهجته كانت بتاعت الجزيره، وكان بيعيط كل يوم بالليل عايز يرجع لاهله. لسه طفل يا جدعان. جدعان كفته ده محمود علاء يعني. محمود علاء اقوى مونتير في البلد. وما تنسوش بقى تعملوا سبسكرايب ولايك وكومنت وشير وزر الجرس، يلا عشان كل فيديوهات توصل لك. هو وعنده 15 سنة الدكاترة شخصوه ان هو نبضات قلبه تنبض اسرع من اللازم. فهو لو لعب ماتش، انتوا عارفين الكارديو بيعلي ضربات القلب، هو اصلا ضربات قلبه عالية، فعالية مع عالية ممكن قلبه يقف ويموت فيها. فساعتها بقى ايه، النادي هو المتكفل بيه، فامه مضت على اقرار ان النادي يعمل له عملية عادي جدا. فاتعمل له فعلا العملية، وجه بعدها بعد فترة الاستشفاء بحاجة بسيطة قام راح نط في التمرين. الناس المدربين اتجننوا منه، يعني هو فاهم هم عايزين مصلحته، عايزينه يقعد يرتاح، بس هو مش راضي. هو بالنسبه له ان هو يسعى في شغله او يسعى في التمرين بتاعه احسن من ان هو يقعد في السرير. اي نعم ده كان ممكن يؤدي الى حاجات اسوأ من كده بكتير، بس هو عنده حته النجاح ديت عامله زي حياه او موت. يموت وهو في الملعب اهون مما يموت وهو نايم على السرير، انت فاهم يعني. نيجي بقى لما كريستيانو بقى عنده 18 سنه.
كريستيانو بقى لما عنده 18 سنه، احنا بننط 3 سنين من 15، يعني 3 سنين من العمليه، بقى مجنون. لعب ماتش ضد مين؟ مانشستر يونايتد. ساعتها كريستيانو اللي اتفرج على الماتش ده، ساعتها كريستيانو كان رفيع قوي، واسنانه بايظه، اسنانه بايظه خالص، وشعره اللي هو اصفر كده تحسه كركم، تحسه من عندنا من مصر عامه. هو هناك في الارياف، في مش تريق عليهم، بس هم مشهورين انهم بيصبغوا شعرهم اصفر كده خصلات وبتاع، فهو تحسهم شبههم بالظبط يا جدعان. انا صاحب نظريه ان كريستيانو مصري من الاخر. على قد ما هو هيئته مش احسن حاجه، بس الواد خطير. الواد مسك دفاع مانشستر، رقصهم يمين وشمال. حط لي لقطات يا كفته، حط لي لقطات وهو كريستيانو بيدرمغهم. فالمهم مين شافه؟ السير اليكس. قال الواد ده هيجي على النادي. ضن الواد ده ابن النادي، الواد ده انا هشتريه بكره. وفعلا السير اليكس خد كريستيانو ووداه في حته ثانيه. السير اليكس اول ما كريستيانو جه انجلترا، السير اليكس ده يا جدعان كان بيحب كريستيانو حب مش طبيعي. هو خده حرفيا، اتخذه كابنه بالظبط. خده وهو حرفيا طفل رفيع بيحب الكوره، وعلمه يعني ايه الرجوله، علمه يعني ايه انك تكون قوي في الملعب. هنا بقى نحط نقطه سبوت على التوجيه الصح. كل واحد فينا بيبقى شاطر في حاجه بس محتاج يتوجه. عامل زي القناه اللي انا عاملها دي. القناه اللي انا عاملها دي، شوف كم مليون واحد عنده قناه على اليوتيوب، بس شوف كم مليون واحد اتوجه غلط، وممكن اكون انا واحد منهم. بس انك تجيلك نصيحه وانت ما تقبلش بيها، ده اغبى حاجه في الدنيا. ان شاء الله ان شاء الله في رحله المقارنه دي، احنا دلوقتي بقينا 104 سبسكرايبر، عقبال 100 مليون. بس نرجع لموضوعنا. سير اليكس اداله نصيحه، قال له شغل انك تمرقص والحوار ده لذيذ وكل حاجه، بس الكوره جوان. كريستيانو سمعها منه وما كدبش. حرفيا الواد بقى شغال على لياقته البدنيه بشكل غير طبيعي. كان كل زمايله في التمرين بيقولوا كريستيانو بيدخل اول واحد الجيم وبيخرج اخر واحد. كريستيانو حرفيا في خلال سنه من 2007 ل 2008 بقى فورمه تانية تماما. كان شكل كفته، حط هنا شكل كريستيانو قبل وشكل كريستيانو بعد. الواد دمر، الواد بقى حاجه تانية خالص، كانه اتعمل له عمره، بقى خطير. هنا بقى الولد اللي كان نحيف ورفيع بقى حرفيا وحش. وعد معايا بقى ايه اللي حصل في 2008، وانتوا عارفين ايه اللي حصل في 2008. خد اول كرة ذهبية، وجاب مع مانشستر دوري الابطال، وخلاص هو بقى نجم العالم. بس مدريد كان بينادي، ريال مدريد دفع فيه اغلى صفقة في التاريخ وقتها. وهنا بقى دخلنا في حتة تانية خالص. هنا بقى ابتدت مسيرة من أحلى مسيرات الكورة في التاريخ. ابتدت المنافسة بين كريستيانو وميسي على لقب مين أحسن لاعب في العالم. المنافسة دي حولت الاتنين لوحوش. كريستيانو كان في الموسم الواحد بيجيب من 50 ل 60 جون، حرفيا بتاريخ لعيبة كورة أساطير. بقى الهداف التاريخي لريال مدريد، وجاب معاهم دوري الأبطال 3 مرات ورا بعض. عموما دي قصة ليكوا بقى، ايه جدعانة من عندي بقى، المقنع بيطلع بأسرار. كان في إشاعة أو قصة مشهورة في مدريد ان في دجال عامل عليهم عمل ان هم عمرهم ما ياخدوا 3 دوري ابطال ورا بعض. فساعتها كان زين الدين زيدان ماسك وقالوا مش هحل غير لما اسيب حاجه تاريخيه. كان مين موجود؟ كريستيانو. زين الدين زيدان يدير وكريستيانو يسجل، زين الدين زيدان يدير وكريستيانو يسجل، بنزيما يعمل اسيستات وكريستيانو يسجل. وكان دايما بقى كريستيانو ده مستفز يا جماعه برجوله، كان دايما يجيب الاجوان فاهم، ويروح يشتم في الجمهور ويروح يزعق في الجمهور ويقعد طخ كده وبتاع، لا مؤاخذه مايك. كان هو مشعل الدنيا كده والله. من بعده خلاص يعني بقينا بنشوف لامين يامال ومبابي بيعمل كده. طب يا عم فين ايام؟ استغفر الله العظيم يا رب. انت طبعا فاكر ان احنا خلصنا صح؟ بس تعالى اقول لك شويه معلومات. انت فاكر ان كريستيانو بيكسب من العطور بس صح؟ بس انت اللي مش عارفه ان اسم CR7 لوحده علامه تجاريه، والعلامه ديت قيمتها تقدر بفوق المليار دولار. يعني جزء من الكعكه بتاعت كريستيانو رونالدو بتاعت الارباح، الجزء الاكبر منها هو اسم CR7 العلامه التجاريه. ومن اساس العلامات التجاريه العطر بتاعه المشهور CR7. وبما ان كريستيانو بيحب الارقام، فخلينا نتكلم في شويه مقارنات وارقام. في لعيبه كتير عملت عطور زي بيكهام مثلا، وده وحش في البيزنس ده بالذات. بس رونالدو دخل اللعبه دي من 2015، احنا بنتكلم في حوالي 10 سنين، ولسه بيكسب لحد النهارده.
اغلب المشاهير بينزلوا عطر واحد بس يكسبوا بيه فلوس يطلعوا منه مصلحه وبعد كده بيرموه، لكن كريستيانو لا، عمل براند ونزل فيه حوالي اكتر من 10 ازاز مش ازازه واحده بس. مبيعاته بتقدر بملايين الدولارات كل سنه، والاهم بقى ان البرفان بتاعه بيعتبر من اكتر عطور المشاهير مبيعا بشكل مستمر، يعني مش ترند وخلص. العبقريه هنا في الارقام، هو بيبيع اسلوب حياه، بيبيع لك رونالدو بس بسعر رخيص، انت ما بتشتريش عربياته بس ممكن تشتري ريحته. هو حول الدقة بتاعته في الملعب لبزنس دقيق جدا بره الملعب، وبيحط في جيبه ملايين كل سنة من الريحة بس. حبيبي، ده بزنس مش مجرد برفان في ازازة. عموما اللي فاكرني وطبل لكريستيانو بديله حقه، بس الحلقة الجاية ميسي انتظروا، يعني الحلقة دي هتنزل مثلا يوم الجمعة، ميسي ينزل الجمعة اللي بعديه، بس ده ايه قصة لازم أن يكون فيها دراما. كريستيانو قرر يسيب ريال مدريد ويتجه على ايطاليا، راح اليوفنتوس وقال لك تحدي جديد، وفعلا معاهم كسب الدوري وبقى الهداف. وبعد ما قعد مع ايطاليا شوية قال لك ارجع لبيتي مانشستر يونايتد. رجع هناك، كانت الرجوع كده عاطفي، كنا مستنيين حاجه زي كده، وزي ما انت مثلا مستني ميسي يرجع برشلونه، بس الموضوع ما كملش زي ما كان باين. كلنا عارفين القصه بقى، ان هو ايه، حصل مشاكل بقى وبقى بيقعدوا دكه كتير، فقال لك ايه اللي يجي منه اوحش منه، قام سابهم بقى واتجه على النصر السعودي. ولما اتجه للسعوديه كل الناس قالت الراجل ده انتهى خلاص، الراجل ده رايح يلم شويه فلوس ويعتزل عشان كبر وبتاع. بس الصراحه الحق يتقال في حقه، الراجل ده فوق ال 40 بيعمل دبل كيك وبيجيب اجوان لسه زي ما هو من هو عنده 20 سنة. الصراحة قصة كريستيانو تكرهه أو تحبه، بس أنت اللي هتتفق عليه إن هو فعلا شخص كافح، فعلا شخص تحسه شبهنا. إحنا اللي بيخلينا نحب كريستيانو قوي، حتى لو إن في ناس بتحب ميسي، اللي بيحبوا كريستيانو قوي إن أنت بتحسه شبهك، إن أنت بتحسه فعلا هو واحد كان في نفس الفقر اللي أنت فيه، او في نفس الحته اللي انت فيها، ان انت مش عارف توصل وعايز توصل في حاجه انت بتحبها، وعافر وعمل كده. انت نفسك تعيش الموديل ده من الحياه. بس خلينا متفقين عليه يعني، ان محدش يختلف ان هو اسطوره، اسطوره مش على المستوى الكروي بس، اسطوره على المستوى الانساني. وبس نرجع ونقول لك ما تنساش اللايك كومنت والسبسكرايب، ودعوه حلوه كده نكمل، عشان الحاله فعلا بتسوق، وساعات الواحد بيحس باحباط، بس عادي يعني. ورينا عليه. تعالوا نشوف الاستوديو الجديد. رجل عناب، حبيبي يا رجل عناب. ده يا جدعان ده انا الرجل عناب اهو، وده محمود علاء المونتير بتاعي. هنبقى ناخد الصوره دي. وده اكتر فيلم بحبه في الدنيا، جعلتني مجرما. وده اكتر كرتون بحبه في الدنيا، بيبقى فين وجيك. وده عشري بقى ابراهيم كانوا كارتو احب بس الحريم. وده السبايدر. الجرح قدامي خلاص مش ناقصة تاني جراح، يا ريت نسكت بقى ونرتاح، نعمل ايه انا استاني، ده حبيبي ومعني ولو يجرح دلوي.